السلام عليكم، فيديو كرة عنبر 7، والنهارده جايين نتكلم على اخر الاخبار اللي حصلت ولفه كده قبل كلاسيكو ديربي مانشستر. فيلا بينا. طبعا زي ما انتم لاحظتوا احنا الفتره اللي فاتت ما نزلناش خالص، وده بسبب اللي بيحصل في فلسطين. طبعا الوضع مأساوي هناك ومحدش يقبل بالكلام ده خالص، واحنا مع فلسطين طبعا. وطبعا الوضع مأساوي بالارقام، يعني بالمشاهد اللي احنا بنشوفها على السوشيال ميديا، لضرب اطفال، لقصف مستشفيات، كل يوم قصف مستمر. دلوقتي وصلت الاعداد الشهداء ل 5000 شهيد. في كلام بيقول ان عدد المتفجرات اللي وقعت على فلسطين لحد دلوقتي عدت الكميه، يعني تاثير هيروشيما وناجازاكي. فالموضوع ده ما يقبلش بيه حد، والموضوع مش محتاج عربي او مسلم، الموضوع محتاج انسان. فما كانش حد فينا قادر يصور، وما زلنا، ولكن الحياه لازم تستمر واحنا لينا دور برضو، واحنا مساهمين، احنا لازم نقول رسالتنا وصوتنا للناس بما ان احنا على السوشيال ميديا. انا في حاجه بقى مش عجباني. طبعا في الاول ربنا يرحم شهدائنا وكل حاجه، بس في حاجه بقى ما عجبتنيش الفتره اللي فاتت. يا جماعه ما تزايدوش على حد. دورنا على السوشيال ميديا هو حاجه من الاتنين: يا نشر وعي ونعلم الناس اللي بره اللي مش فاهمه حاجه، او الجيل الجديد اللي مش عارف حاجه نعلمه ونفهمه القضيه، يا نعمل حملات تبرعات نجمع اكبر عدد من المساعدات. هو ده المفروض اللي يحصل على السوشيال ميديا. لكن ان احنا بقى نتحول لكباتن في حجز كوره، وان اللي ينزل بوست يدعمنا يبقى ده حبيبنا وعلى راسنا، واللي ما ينزلش يبقى ده خاين وعميل، لا ده ما ينفعش. يا جماعه ما تزايدوش على حد. اللي نزل شابوه وعالمي، وصلت رسالتك. اللي ما نزلش نلتزم له العذر، او ما نضغطش على حد. اوعى تشتته. اللي ينزل نشير له وندعمه. لازم نهتم بالقضيه، ما نقعدش نتشتت بقى. اصل محمد صلاح ما نزلش، اصل عمرو دياب عمره ما بنزل. يا جماعه احنا مالنا؟ ما نركز في القضيه، نهتم بالقضيه، نشير الاخبار، نحاول يعني نفرض سيطره على الانستجرام والحاجات دي، ان هم بيلغوا البوستات وكده. فايه شاغل دماغي بقى صلاح؟ وصلاح لما نزل قال لك ده اي وهو كلامه مايع وما اعرفش ايه. احنا ليه بنعمل كده في بعض؟ ليه تشتدنا عن القضيه الاصليه؟ ليه تحس ان الموضوع اتاخد ترند كده؟ ايه القرف اللي احنا فيه ده؟ اللي عنده كلمه حلوه يقولها، اللي ما عندوش يتحرق بجاز. الموضوع بقى مقرف، قميء جدا على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا دورها حاجتين: يا تنشر عليها الوعي زي ما قلت، انشر الوعي، اعمل حاجه مفيده للناس يا اخي. ما هو كده كده ده دورنا دلوقتي، احنا مالناش غير دور غير كده دلوقتي. فمش ممكن بصراحه خرجنا بره قضيه وماسكين في تفاهات بقى. اصل ده قال، ده ما قالش، ده عمل، ده سوى، ده احسن من ده. ما تزايدش على حد. نخش بقى الكلام في الكوره. والحقيقه اول خبر معايا، وانا هو ما فيهوش تحليل قوي، بس هو خبر يعني لازم بقى ايه يتحط في الحسبان وكده. شفنا تونالي توقف 10 شهور. والموضوع ده انا بالنسبه لي لازم نحط تحته 1000 خط. ايه السبب اللي تونالي توقف عشانه؟ عشان المراهنات اللي عملها مع اي سي ميلان في ايطاليا، وده نفس اللي عمله توني مع برينتفورد. دلوقتي بقينا نشوف مواقع المراهنات على الاعلانات في الملاعب، وحتى جت مصر وبقى في مواقع مراهنات في مصر على الدوري المصري. حتى انا مش عارف يعني مين بيتفرج عليه اساسا عشان يتعمل عليه مراهنات. بس لازم ناخد بالنا من الموضوع ده. وانا زي ما قلت لك، انا بقول لك خبر، مش ما عنديش راي قوي في الموضوع ده. طبعا احنا ضد المراهنات طبعا، والمراهنات اصلا غلط وحرام، بس لازم ناخد بالنا ان احنا هنشوف من ده كتير. وفي بقى خبر كارثي في الموضوع ده، بيقول لك ان نيوكاسل كان عارف قبل ما يشتري ويدفع 70 مليون لميلان، كان عارف ان ده هيحصل. فدي برضو تحط تحتها 5000 علامه استفهام. بعد كده بقى نخش طبعا كان على نيوكاسل والدوري الانجليزي. عندك سيتي وليفربول ما لهمش كلام قوي، الاتنين ماشيين يعني كل ماتش نفس الطريقه، مفيش تغيير، مفيش كلام كتير يتقال. يعني لو رجعتوا الفيديو اللي قبل كده عن الدوري الانجليزي هتلاقوا نفس الكلام بيحصل وبيتكرر، نفس المشاكل هي ونفس الايجابيات هي. لكن في السيتي حاجه هقولها بس بسرعه. انت ممكن تستغنى عن اي حد في الفريق الا رودري، والارقام اكدت بكده. رودري غاب، خسارتين وتعادل، او مش فاكر بالظبط. رودري رجع، او ماتش برايتون اكتساح. فدي كلمه سير جوارديولا: رودري. نروح بقى على تشيلسي ومانشستر. انا بالنسبه لي يونايتد وتشيلسي عندهم عامل مشترك:
طبعا في مشاكل في الفنيات والاداره واللعيبه وكل ده، بس يا جماعه في حاجه خلوا بالكم منها، في مشكله وعامل ذهني ونفسي عند الفرقتين دول. الفرقتين دول محتاجين فوز ورا التاني عشان ياخدوا الثقه في نفسهم. انا قصدي ايه بالعامل الذهني والنفسي؟ ان في قله ثقه بين اللعيبه وبعضها. شفنا اخر ماتش مانشستر قدام كوبنهاجن، ماجواير اللي جاب الجون ونص ضربه جزاء. شوف الرياكشن بتاع اللعيبه بين بعضها وبعض في كل لقطه من دول، اكنك كسبت كاس عالم. ليه؟ في حاله ضغط رهيبه على الفرقتين دول. وعندك تشيلسي ابتدت المكنه تدور 3-4 ماتشات ورا بعض فوز. ده على فكره العامل النفسي بيحل لك ازمات كتير. طبعا فنيات لما تلاعب فرق تقيله هتخسر، وانا هو من الاول اهو بتوقع مانشستر يونايتد والسيتي ان السيتي هيكسب. ولكن على فكره في حاجه، يونايتد دايما قدام السيتي بيعمل حاجه، يعني السيتي يكسب سكور يا اما يونايتد يكسب، بس طبعا الاقرب ان السيتي يكسب. لكن فعلا العامل الذهني عند الفرقتين دول هم محتاجين فوز في التاني في التالت كده يرجع لهم الثقه في نفسهم. انت شايف اللعيبه ما بتأديش حد 30% من مستواها، في قله ثقه واضحه جدا. وطبعا الفيديو عشان بس سريع شويه، فبعد كده ممكن بعدين نبقى نتكلم عن الفنيات وكده. قبل ما امشي من الدوري الانجليزي لازم اختم بتوتنهام. توتنهام انا بالنسبه لي عامله اداء جبار، بوستكوجلو 10/10 مفيش اي كلمه تتقال عليه. طبعا الكل كان متوقع ان بعد هاري كين الدنيا هتقع وكده، لكن على عكس تماما، على عكس كل التوقعات. الفريق تحس تتحرر، الدنيا مظبوطه. طبعا ناقصك مهاجم لسه وكل الكلام ده، ولكن انا بالنسبه لي توتنهام ايا كانت النتيجه اخر الموسم، انت خلاص لازم اداره توتنهام تحط بروجكت ورا الراجل ده 3-4 سنين قدام. وانا بالنسبه لي ايا كانت النتيجه الموسم ده فتوتنهام ناجح بكل المقاييس. انك تعمل اداء وشكل حلو بالمنظر اللي انت عامله ده يحسب لك. انت بهاري كين وسون بجاي قدرك وبكل الناس دي كل موسم رينجك من الرابع للثامن. الموسم ده انت لازم تثبت لنفسك حاجات كتير قوي، انت لازم تفنش تالت او تاني بالمنظر ده. ولازم الناس ما تستعجلش على توتنهام، يعني حتى يا سيدي لو كسبوا الدوري لازم ياخدوا الخطوات الصحيحه اللي تكون لك فرقه شبه شويه. انا شايف ان المنظومه شويه شبه ارسنال شويه، بس الموضوع مختلف سنه. ارسنال بدا مؤقتا بقى 4 سنين، كان عنده شباب عمالين ياخدوا خبرات واحده واحده. توتنهام فيها فرق شويه، توتنهام عامله ميكس بين الشباب واصحاب الخبره زي ماديسون وسون، وعندك بقى شويه شباب زي فان ديفين، اودوجي، فيكاريو كده. فتوتنهام انا مش لازم يستعجلوا، لان انت بصراحه الدكه بتاعتك يعني ما تشجعكش انت تكمل دور تاني بالمنظر ده. ولكن ايا كانت النتيجه في الاخر فتوتنهام بالنسبه لي هو من احسن الفرق الموسم ده بكل امانه. اخر حاجه بقى نختم بيها عشان الفيديو ما يطولش عن كده، وهو الكلاسيكو الريال والبرشلونه. انا بالنسبه لي يعني شفنا الفرقتين في اخر كام ماتش، الريال شغال كويس، بس الريال انا مش هزود واطول فيه قوي، انا اتكلمت عنه كذا مره. الريال ما بيتغيرش فيه حاجه، هو نفس الفكره، معتمد على حاجات خارقه من بيلينجهام وفينيسيوس، لسه 4-4-2 زي ما هي. فانا بالنسبه لي ريال ما فيهوش كلام كتير. انا بالنسبه لي بقى في كلام في برشلونه شويه. برشلونه اصابات طبعا فارقه مع تشافي، ولكن يا جماعه نص الملعب انت كل ماتش بتشوف نفس الشكل. انا نفسي اشوف توليفه ثابته لبرشلونه في نص الملعب. الماتش اللي فات شفنا الواد ده ب 17 سنه، الماتش اللي قبله يلعب لك بمش عارف مين ومين. اهدى شويه. ومره فيرمين لوبيز، ومره الواد ده ب 17 سنه، مره جوندوجان وديونج، مره انا عارف ان في صعوبات بتحصل وكروت حمراء ومش عارف ايه، بس الموضوع محتاج ثبات اكتر من كده. انا بالنسبه لي بقى الماتش هيبقى عامل ازاي؟ انا بالنسبه لي الماتش ده صعب وماتش يستحق المشاهده بصراحه، لان شفنا على السوشيال ميديا من كام يوم، من يومين ثلاثه كده، صراع بين فلورنتينو بيريز واداره برشلونه. شفنا برضو ايه الماتش ده داخل بنكهه عصبيه خارج الملعب. فانا بالنسبه لي الماتش ده يستحق المتابعه. الكلاسيكو اتغير عن 3-4 سنين اللي فاتوا بعد رحيل ميسي وكريستيانو، بقى لنا 2 كلاسيكو كده، الموضوع حلو. وفي الاخر انا توقعاتي للكلاسيكو هتبقى 2-2. وانا بالنسبه لي في ديربي مانشستر قلت لكم يا اما سكور للسيتي
يا اما فوز مانشستر يونايتد، وانا هختار فوز مانشستر يونايتد 2-1. طبعا في الختام ربنا يرحم شهدائنا في فلسطين، ويلا سلام.